كما راكم تلاحظوا الفلوق اليوم. صباح الخير، نتمنى تكونوا بخير. شوفوا ما شاء الله واحد النحله، ها هي وينه نحله ما شاء الله. المهم كما راكم تلاحظوا اليوم عندنا مسحوا هاد الجهه الصلصال تاعنا، ودائما نمحو في هذا المكان هنا. تشوفوا هذه الجردة في السطح، هذه في السطح تشوف هنايا. بالنسبة هادو هما البذور. انا اجني فكرة بلي هاد عباد الشمس هذا الضخم كما راكم تلاحظوا ما يجيش في الاسطح. غادي نحاول اني ندي هاد البذور كي تجف هذه، ندي هاد البذور الصغيرة تاع عباد الشمس هذه الصغيرة ونزرعها في القصيص. ايمن يمحي اللوحة. كما راكم تشوفوا التربة كانت الجو كان فيه شوية تراب. حاولوا أن نتعرفوا. بالنسبة لهذا نوع من المتسلق يدير أزهار. فنشوف الأزهار راها تدبل بسرعة، مش عارفة المشكلة وراها مشكلة. هذا نوع من هذا كنا نستعمله للذلال. وهذا قطر النادى المعروف، قطر النادى. هذه الصبارة الأوليفيرا. هذه والله مانيش عارفة مشكلتها، علاه ما زادتش في الطول، ما زادتش في هذه السجادة ملي ذبلت راهي كيما هاك. والله ماني عارفة لها مشكلة وين راها، مانيش عارفة. هذا نوع هذا والله ماني عارفة. هذا جبته من واحد المدرسة، عطاه لي قال لك يدير أزهار، والله ماني عارفة. هذا نبتة القطيفة. كما تعرفون هذيك الأزهار دائما نبتة القطيفة كي تيبس الزهرة ندو البذور. دوك نوريكم في هذا القط تاعي. كملوا هنا انا غارسه واحد الازهار مازال مات. هذا منا نشوف هنايا. هذه كرة على نصفين. صح. انا والله مانيش عارفه هاد الازهار، هاد النبته مانيش عارفه تاع واش هادي. دوك نشوفها كاين واحد التطبيق في جوجل بلاي. تعرفين النبته هذه راني دايرتها هنايا على بال احنا عندنا كما تعرفوا في الجنوب الغربي عندنا الحراره كبيره والبرد قارس. شوفوا هنايا راكم تشوفوا. هذا ثاني لكم مش عارفه المشكله علاه الازهار راه تكبر. بالنسبه لهذا هذا اللواي هذا دائم الاختراق. هذا هنايا شوي نعناع، ها هو النعناع راه يبدي ينوض. وبالنسبه لهنا عندنا هنايا واحد الاوليفيرا، ها هي ونعجبها. وهذا النوع ثاني من الصباريات. هذه الشجره تاع ورد النبي جاي الازهار تاعها حمراء قاتمه. بالنسبه لهنا عندنا هذا هنايا الجزر، راني دايره شويه جزر. وهذا والله ماني عارفه، هذا بالك مسك الليل. هذه القطيفه، انواع تاع القطيفه ندير شحال من نوع. بصح راني نشوف هنايا راه شويه اكتظاظ. نحاول اني نقلل النباتات، ننقلهم في بلاصه اخرى. نشوفوا ايمن هنا اذا كمل مسح اللوحه. لا ايمن طلعها باش ما نحطوهاش في الارض. ونقص كثرة الصلصال، نقص هذا كامل. داك الصلصال رده بزاف.
هي كي المسح هذا دايما مسح اللوحة نديروه في الجردة. اللي ما عندهاش جردة يكون عندها السيس يدير فيه صاي. هاي شوف الطرش هذا بطبيعة الحال يكون مرقي. صاي أيمن صاي. والله ما نكذب عليكم، أحسن حاجة أنك ترتاح ولا هكا أمام الطبيعة. المهم هنا ننتظر حتى تجف اللوحة تاعنا ونعاودو نكتبو الوجه الثاني ولا سطرين 3 أسطر، المهم ما يكونش خمول. سطرين على حساب الطاقة تاع الإنسان إلا تنجم تحفظ. المهم تكون مداومة إن شاء الله. المهم أنا نستنى هنا هاد الشجرة كون نحكيلكم القصة تاعها. شريتها كي شريتها كانت فيها زهرتين متفتحتين. المهم مع النقل والاخر تكسرت جهة، عاود النقلة الثانية تكسرت الزهرة الثانية. بصح الحمد لله كما راكم تلاحظوا راها تنمو. كي دير تفتح الازهار، كي تفتح ان شاء الله الازهار تاع هاد الشجرة نعاود نصور لكم. كنت تكون بالنسبة لهنا الى اللي حب عباد الشمس الحجم الكبير، وهذا يكون دائما ما يكونش في الاسطح، يكون في الاراضي الواسعه. هذه كي تجف هذه كما راكم تلاحظوا، ها هي هذه راها جافه وكلشي. ناخذ هذه هي البذور في الداخل، هذه ثاني راها جافه. نستنى برك منا كي تجف كامله حتى هذه تجف. تشوفيها جفت حتى لهنا، هذه مازال ما جفت، مازال ما جفوش. كما راكم تلاحظوا هادو كامل هادو دوك يجفوا. انا من شافه على في الساعه ماما متاثرت بالحراره. والحاجه الغريبه ان هذه في اي وقت تلقيها متفتحه، في الليل في النهار فهمتوا. انا كانت عندي فكره باللي عباد الشمس يتفتح فقط في الصباح ويكون عنده كما نقولوا يتغلق في المساء، لكن لا، انا هذا عباد الشمس اللي راه عندي تفتح اليوم باكمله. هيا كما قلت لكم هذه غادي تكون في الاراضي، وهذه غادي تكون في القصيص. من شاف الدبول تاعها غادي نحاول اني نقرا عليها شويه. هذه تكون في القصيص تجي ما شاء الله في قصيص. اختي جايه الورده تاعها صغيره، شوفوا هنا ما شاء الله هو اصغر عباد الشمس عندي هنايا. هي شوفوا شحال صغيره بزاف كامل. هنايا كما راكم تشوفوا هاد الايام تعرفوا مارس مشهور بالتربه والتربه. نحاول اني ننظف هاد التربه كامله ونقوم برش النباتات ونرجع لكم ان شاء الله. المهم نتمنى الفيديو اليوم يكون ينال اعجابكم. شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر. تحياتي، ربي يحفظكم والى اللقاء.